مصطفى يبقى درش ليه؟ ده مفيش حرف هنا موجود هنا، ايه اللي جابهم الاتنين لبعض؟ بيقولك ان كان في سلطان عثماني اسمه مصطفى الاول، ده اتولى حكم الدولة العثمانية مرتين، وفي المرتين ما طولش كتير. المؤرخين بيقولوا لان هو ما كانش ليه في امور السلطنة خالص، وانضم لفئة الدراويش، والدراويش دول هم جماعة على باب الله زاهدين في الدنيا ومش عايزين منها اي حاجة خالص، فالمؤرخين سموه مصطفى الدرويش. بعد فترة اتحرفت من درويش لدرش. طب سيد بنقولها بالعربي ليه؟ الحكاية دي بدأت في بورسعيد وقت حفر قناة السويس. كان وقتها الأجانب هم اللي فارضين سيطرتهم على البلد، وكانوا لامين بعض كده كلهم وقاعدين في منطقة اسمها حي لافرنج، وسكان البلد الأصليين اللي هم المصريين وبعض الجاليات العربية كانوا قاعدين في حي العرب، وكان ممنوع إن أي حد عربي يدخل حي لافرنج إلا بموافقة من الأجانب شخصيا. وبدأت تظهر أعمال المقاومة في بورسعيد من العرب ضد الأجانب، وكان من ضمن أشكال المقاومة دي إن أي مولود عند العرب كانوا بيسموه سيد العربي، في إشارة يعني إن هم أسياد الأرض الحقيقيين. طب حسن يبقى أبو علي ليه؟ ده خطأ شائع، هو المفروض حسن أبوه علي، ده نسبة لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أبو الحسن والحسين رضي الله عنهما. طب إسماعيل ابو السباع ليه؟ ده نسبه للخديوي اسماعيل اللي عمل كوبري قصر النيل، ما انت شايف الاسود اللي عليه ولا ايه؟ وابراهيم ابو خليل ده نسبه لسيدنا ابراهيم عليه السلام لانه خليل الله. طب فاطمه تبقى بطه ليه؟ لا دي حاجه عجز العلماء عن تفسيرها لحد دلوقتي.